السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ملوي معمر بالشحمه، كيجي خطير لذيذ، ما تشبعوش منه. طريقه بسيطه وسهله وسريعه غادي تعجبهم بزاف. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو ليا الوصفات اللي تبغيو تشوفوا في القناه عندي. وندوزو لطريقه التحضير. غادي نحتاجو عندي هنايا زلافه ديال الدقيق ديال الفينو، وغادي ندير 2 زلايف ديال الفورس الخاص بالحلويات اولا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. درت رشه ديال سكر سنيده، راس معلقه واحد ترن ديال الخميره ديال الخبز غير شويه توت، ودرت الملحه وصافي. كندير هاد التعجين بالماء بارد عادي ديال الروبيني. من الاحسن ديروا عجانه اولا دلكوها مزيان في القصريه. كتبغي هاد العجينه تدلك مزيان باش نحصلوا على ملويات اللي يجيو مفشفشين. من بعد ما كتجمع كنخليوها تدلك صافي. مباشره فاش كتدلك كناخذوها وكنبداو باش غادي نشكلوها. كناخذوا واحد البلاطو اللي كندهنوه بالزيت، ومن بعد كنشكلوا كويرات اللي يكونوا متوسطين. بغيتوهم نتوما صغار بغيتوهم كبار كيبقى اختيار ديالكم. صافي وكنشكلوا كويرات بهذا الحجم وكنستفوهم في البلاطو اللي كيكون مدهون بالزيت النباتيه بهذا الشكل. ما كنخلي العجينه لا ترتاح لا حتى شي حاجه، كتعجن كتدلك مزيان. مباشره كنشكلها كويرات. صافي بعد ما شكلتهم كاملين كويرات، هنايا فاش غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح كندهنها كامله بالزيت العاديه وكنغطيها بسلوفان مزيان اولا غطيوها غير بلاستيك. صافي وكنخليوها ترتاح على الاقل، تخليوها ترتاح واحد الساعه هكا باش كيجينا الملوي مفشفش ولذيذ. هنايا انا خليتها غلفتها وخليتها بما صوبت الحشو. بالنسبه للحشو كناخذوا البصله. عندي هنايا واحد 3 ديال البصلات اللي يكونوا متوسطين بهذا الشكل. قطعتهم هكا في الهشوار وغادي نطحنهم. نوريكم الطريقه ديالي. انا كنطحنهم في الهشوار حتى كيطحنوا مزيان بهذا الشكل. وغادي ناخذهم وغادي نديرهم في الصفايه وغادي نحيد منه داك الماء اللي كتطلق لينا البصله، حيت هذاك الماء ما خصوش يطلق لينا في الملوي اولا في المسمن. بهذا الشكل كنحيد ليها كاع هذاك الماء حتى كتولي لينا البصله ناشفه بهذا الشكل. كتكون ناشفه مزيان كتبقى فيها حتى قطره ديال الماء. صافي وكنديرها في اناء وكنخليها. كندوز للفلفله. بالنسبه للفلفله درت حبه وحده، درت 2 حبات عفوا. بالنسبه للبصله درت 3 ديال البصلات. ديما البصله خاصها تكون كثيره على الفلفله. وصافي وكنديها وكنطحنها بنفس الطريقه وكندوزها في الصفايه وكنعصرها مزيان من هذاك الماء اللي كيكون فيها. وممكن تقطعوها غير بالموس اللي ما عندوش الهشوار يقطع الفلفله والبصله قطع اللي يكونوا صغيورين. هنايا صافي ضفت الربيع شويه ديال القزبور مقطع، وصافي ضفت هنايا الشحمه اللي ديجا عندي مطحونه في الفريكو بهذا الشكل. بالنسبه للعطريه كندير الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الحار اختياري. وكنديروا شويه ديال الزيت العاديه والملح طبعا وكنعجن الخليط. ممكن ديروا حتى ملون اصفر هذاك الاصطناعي الا كيعجبكم. صافي كندلك هذيك الحشوه مزيان وكنبدا ندير باول حبه بديت بها في هذاك البلاطو. كنبدا بها، راه كتكون العجينه تلقات كتعطينا الطوع، كتكون مرتاحه، كيكونوا فيها دوك الفقاعات. هذا هو باش كتعرفوا ان العجينه مرتاحه وغادي تكون ناجحه معكم. صافي كنطلقها تكون دائره هكا اللي تكون حتى كيبان لينا سطح العمل. وكنديروا فيها واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الحشوه. كنستفوها بهذه الطريقه. من بعد كنتني الجنيبات، كنتني على 2 بهذا الشكل. هذه هي الطريقه ديالي انا اللي كندير في الملوي وكيجيني زعما خاوي من الداخل وكيجي مورق. صافي وكنلوي. بالنسبه لفاش كنبغيو نلويو ما كنزيروش ايدينا، كنرخفوا ايدينا عادي بهذه الطريقه. فاش كنلويها ما كنسدهاش، كنخليها على جنب ترتاح. غندوزو نوريكم الثانيه. صافي طلقت العجينه حتى كيبان لينا سطح العمل وكنديروا فيها واحد المعلقه كبيره ديال هذيك الحشوه اللي صوبنا.
وكنلوي بهذه الطريقه، كندير بهذا الشكل وكنعاود نسد العجينه بهذه الطريقه. هنا غيبان لكم مزيان، قلبت الكاميرا صافي، وكنحاول نلوي وكنرخف يديا، ما كنزيرش على العجينه بهذا الشكل صافي. من بعد كنحطوها على جنب. بما كملت واحد 6 ديال الحبات بحال هكاك، عاد كنسدهم بما ارتاحوا صافي. كنسدهم، كناخذ هذاك الجنيب مع الجنيب وكندخلهم في بعضياتهم وكنضغط وكنحطها في بلاطو بما ساليت باش نطيبهم. ها نتوما كناخذوا الجنيب ديال العجينه مع الجنيب ديال العجينه وكندخلهم في الوسط وكنضغط مزيان وكنقلبها وكنضغط عليها وكنحطها في البلاطو. ساهل جدا وسريع ولذيذ ودغيا تيوجد وما تشبعوش منه صافي. من بعد ما كملت العجينه كامله وبديت بالاولى، كنطلقها بهذا الشكل. غير ضغطوا، ما تخافوش تخرج لكم الحشوه، حتى الا خرجت لكم الحشوه من العجينه راه ماشي مشكل، كطيب عادي، ما تخافوش منها. بهذا الشكل كنطلقها مزيان. وفي هذه الاثناء كنكون درت المقله سخن. بالنسبه للزيت كنورق بها فقط، ما كنطيبش، ما كنرش يعني المقله بالزيت، فكنرشها اول مره باش ما تلصقش فقط، ولكن من بعد لا، ما كنرش الملوي في الطياب بالزيت نهائيا، حيت اصلا فيه لدام كيطلق لدام ديالو كيطيب هو هذا صافي. درتها في المقله اللي تكون العافيه ديالها متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله، باش يطيب لينا ويجينا مورق صافي. وكنقلب مباشره صافي، كنخليها حتى كطيب من ديك الجهه، عاد عاوتاني كنقلبها بهذا الشكل وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. مباشره فاش كنحيدها من المقله كندير ليها هاد الحركه اللي كنديروها للملوي باش كتبان لينا التوريقه وباش كيجينا مفشفش بحال هاد الشكل. وصافي هذا هو الملوي ديالي، كيجي لذيذ. جربوه وردوا عليا وبالصحه والراحه.